وكان للحديقة أسوار عالية ولا يجرؤ أحد أن يقترب منها، لأنها كانت ملك لساحرة لها قوات خارقة ويخاف منها الجميع. وفي يوم كانت الزوجة تطل من نافذتها وتتأمل الحديقة، ورأت بها لفت بري روعة في الجمال، وكان يبدو طازجا ولذيذا، فاشتاقت أن تأكل منه. وكان اشتياقها يزيد يوما فيوما، ولأنها تعلم أنها لن تستطيع الحصول عليه أبدا، أصبحت شاحبة ومكتئبة، وبدأ المرض يسري في جسدها، حتى لاحظ زوجها ذلك وفكر أنها قد تموت، فقرر أن يحضر إليها اللفت البري مهما كانت العواقب. فنزل بحبل إلى الحديقة، وفي عجلة قبض حفنة من اللفت البري وأحضره إلى زوجته. وبعدما أكلت الزوجة من اللفت أحبته كثيرا، وتضاعف اشتياقها إليه 3 أضعاف. فنزل زوجها